إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. مرحبا صبايا، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. بالبداية حابة ارحب بكل صبايا الجداد اللي اشتركوا بالقناة وبقولكم نورتوني واهلا وسهلا فيكم. وفيديو اليوم مثل ما وعدتكم راح نشارك سوا المشتريات اللي اخذتها. خلوني اورجيكم الاغراض اللي جبتها من الجراتيس وشغلات طلبتها كمان من الترنديون. تعالوا نشوفوا سوا. اول شغله بدي اورجيكم هاي البيجاما، كنت طلبتها من ترنديول. هالمحل دايما عم جيب منه البيجامات تبعي لانه كتير قماشتهم حلوه ويعني وما بتخسر مع الغسيل. يعني كتير بيعجبوني البيجامات اللي عندهم. وكمان كنت طلبت هدول الشناتي، هدول شفتهم فعجبوني كتير. هاي الشنطه اللي لونها اسود كتير كيوت وكتير حلوه والكواليتي تبعها كتير حلوة. وكمان هاي الشنطة اللي لونها بني، أنا ما عندي شنطة لونها بني فحبيت جيبها، عجبتني كتير. وطلبت كمان فرامة توم، وصلتني كمان اليوم. ولسه كمان باقي كم غراض صورتهم بالنص التاني بالفيديو، هدول كنت صورتهم قبل. باليوم التاني اللي وصلوني فيهم كنت صورت لكم كمان النص التاني تبع الأغراض اللي وصلوني من الترنديون، كما بتشوفون بالنص الأخير بالفيديو، فخليكم معي. وهون كنت طلبت لزوجي هاي الباور مشان ياخدها معه على الشغل، مشان يشحن فيها تليفونه وهيك. هاي طلبتها من الاي سبير، اللي ساكنين هون بتركيا بيعرفوا هذا الماركت كتير منيح. طلبت له اياها وهاي هي. ونجي هون على احلى فقرة واللي هي طلبات الجراتيس. هون كنت طلبت مجموعة كريمات للبشرة وكمان للجسم وهيك شغلات ناقصيني هون. كنت طلبتون، هلا بورجيكم كل شغلة شو هي. كنت طلبت هاي الصبغة من لوريال اكسيلونس، وكمان طلبت هذا الشامبو اللي هو من بانتين، انا دايما بستعمله هذا الشامبو كتير منيح، يعني يناسب شعري كتير. وطلبت هذا الشامبو لبنتي، هاد ما بستغنى عنه ابدا لبنتي، من وقت ولدته انا عم استعمل لها اياه، كتير منيح. كنت طلبت هدول كمان بخاخ مثبت للمكياج وقطن مزيل للمكياج. وكمان كنت طلبت هدول الكريمات للوش. هدول الكريمات من بيور شويس. انا كنت بستخدم بيوريست بس شفت هدول عليهم طلب كتير وعم يشكرون كتير فقلت بجربهم. فرح جربهم بنات وبقلكن النتيجة كلياتها انه مناح ولا ما مناح، يعني هيك. وهلا كمان رح ورجيكم كل وحدة لشو بتستخدم. مثل هاد المية كلينيك، هاد عم بستعمله من زمان، هاد سيروم للتصبغات وكمان بيفتح البشرة، هاد كتير كتير منيح للبشرة المختلطة للدهنية. هاد أنا كتير بستعمله من زمان بستعمله. وهون في كمان هاد واقي شمسي عم يشكروه كتير وبيقولوا تغطيته كتير منيحة. وهون كمان مرطب مكثف للبشرة الدهنية والمختلطة، رح جربهم وقلكن اياهم واحدة واحدة. وهاد فيه فيتامين سي ومفتح للبشرة يعني، فبجربهم مثل ما قلت لكم وبقلكن واحدة واحدة. وهون في سيروم تقريبا بيشتغل مثل هاي المية كلينيك للتفتيح وإزالة التصبغات. بجربه وبرجع بقلكن كمان. ونجي هون على أحسن منتج أنا بستخدمه دايما، واللي هو كريم التجديد الليلي من أنيونغ. هاد كتير 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 بنات منيح، كتير حلو. شغلته كتير منيحة، يعني إنه بيرطب وبيجدد البشرة وبيجدد الخلايا للجسم للوش يعني عفوا. وهون كمان في هاي الصبغة قلت باخدها بجربها وبقلكم. وهون كان تاني يوم وصلتني باقي الطلبية من ترنديول، فقلت بساوي فنجان قهوة مشان أقعد أنا وياكم على رواق ونفتح طلبية سوا. تعرفوا يا صبايا، وأنا عم ساوي القهوة كنت عم فكر بقصة الإدمان على الشراء أونلاين. يعني بكون قاعدة بأمان الله، بقول لحالي رح فوت بس أتفرج 5 دقايق على الموبايل، وبدون ما أحس على حالي بلاقي حالي طلبت وعم ضيف على السلة، كل شوي بضيف شيء. المشكلة يا بنات إنه هالتفرج بيتحول لطلب، وببلش ناطرة الدليفري ليوصل البوكس ويدق الباب. خبروني بالتعليقات كمان مين مثلي بتصيبها هاي الحالة. بس على كل حال هالمرة الأغراض اللي وصلتني كتير حبيتها وكنت ناطرتها. تعالوا ورجيكم إياها ونحكم سوا، بس خلص بساوة القهوة.
هون اجيت على الصالون وقعدت جنب الشباك وصبيت فنجان القهوة ومشان اقعد على رواق وانا عم بفتح البوكسات. تعالوا يلا سوا ونشوف البوكسات سوا. ونبلش هون بأول غرض، وهون تعذبت شوي لفتحته لأنه كان كتير مغلفينه، يعني إنه طبقات ورا بعض. وكانت هون البخارة، أنا عجبتني هاي البخارة، شفتها على الترنديول طلبتها وعجبتني كتير كتير، عجبني شكلها، وحتى إنه كتير صغيرة وخفيفة، يعني إنه وين ما فيني أخدها، يعني إنه أتحرك فيها. أنا عندي كتير بخارات بس تقال كتير ما فيني أحملهم وأمشي فيهم وبخر البيت كلياته، فلهيك حبيت أطلب هاي البخارة الصغيرة مشان إنه وقت تكون إنه مبخر وأمشي بالبيت يعني تكون هيك سهلة علي وخفيفة. وهون أنا كنت طالبة لبنتي روب صيفي شفته عن ترنديول عجبني كتير فرحت طلبت واحد، بس المفاجأة هون لما فتحت الكيس لقيت قطعتين، والمشكلة إنه نفس الشي. فرحت حكيت مع صاحب المتجر وقلت له هالشي، فقال إنه يعني إنه هدية، أحيانا إنه بيساوي هدايا لما بتشتري شغلة بيبعتوا لك هدية معه، بس هو هون على حظي بعت لي نفس الطلب يعني هدية. وهون كمان كنت طلبت لبنتي هدول البيجامتين، طلبت لها اثنين، واحدة لونها اورنج والتانية لونها بيج، كتير كتير عجبوني شفتهم. وكمان لما جبتهم شفت الكواليتي تبعهم طلعت كتير حلوة. هنن شورت وهيك مثل الكنزة من فوقها، كتير حلوين عجبوني واجوا على بنتي ما احلاهم. وبنجي هون على أحب قطعة على قلبي واللي هي هذا الراديو. شوفوا معي بنات، هذا الراديو كتير كيوت، شكله كتير ريترو وكلاسيكي وبيرجعنا لأيام زمان. كتير حبيته كقطعة ديكور للبيت، بتعطي دفى ومود رايق، وكمان بيشتغل سبيكر وبلوتوث، ويعني فينا نشغل عليه شو ما بدنا ونحنا عم نشتغل، وبينشحن على الطاقة الشمسية وبينشحن عادي، وفيك حتى كمان تجيبي بطارية عادية، وفيه كمان ضوء من على جنب. كتير 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 عملي، فوق منا بيجي ديكور ما أحلى، أنا كتير حبيته. وأنا عم صور شفت الجو كتير حلو برا وما بيتفوت، فقلت حرام نضل بالبيت أنا وبنتي. أخدت بنتي ونزلنا دغري، مرينا على الماركت، أخدت لها أغراضها من حفاضات وشغلات ناقصتها، وبعدين رحنا قعدنا شوي بالحديقة اللي تحت البيت نغير جو ونلعب، وبعدين قعدنا لعبنا شوي بالطابع وانبسطت كتير بنتي عليا. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم وأعطاكم طاقة حلوة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وناطرة تعليقاتكم الحلوة. بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.